الارتكل فيرتا، الادوات. يا سيد الفاضل، انا عشان حتى لا اطيل عليك وما اكبرلكش المسائل، انا قلت لك في البدايه احفظ كلمات. اوكي، احفظ كلمات بدير وداس ودي. دي اول حاجه، لان انت لو ما حفظتش بدير وداس ودي مش هتعرف تستخدم النكره. لو ما حفظتش بدير وداس ودي مش هتعرف تستخدم النفي. من الاخر، من الاخر، احفظ بدير وداس ودي، هيبقى سهل عليك جدا لما تيجي توصف حاجه. Das ist ein Hafen, das ist ein Hotel, das ist eine Brücke. فهمتني؟ ليه؟ انت عارف الارتيكل الاصلي. فلما يجي لك كده في اي ايبونج، سواء بقى في جراماتيك اكتيف، في دويتش ايبن، اي كتاب جراماتيك، وعايز تحل بقى وتتمرس، اوكي، حافظ الدير والداس والدي الارتيكل الاصلي، هتقدر تستخدم النكره كويس، هتقدر تطبق على النفي كويس، هتقدر تشتغل على البوزيسيف ارتيكل كويس، ضمائر الملكيه كويس. لكن انت لو ما انتش حافظ الارتيكل الاصلي ده، دير وداس ودي، هتهبط. وانا قلت لك اهم حاجه انك تحفظ بدير وداس ودي. ليه؟ لان انت مثلا على سبيل المثال لو جينا هنا يا سيدي، على اي اساس قلت das ist kein Bahnhof؟ دي مش محطه. على اساس ان انت كنت حافظ في الاساس ان دي دير، وعارف ان الدير في النفي بتبقى kein. اوكي، هنا das ist kein Rathaus، على اساس ان انت حافظ ان دي das. فلما قالك استخدم لي النفي نيجاتسيون، اوكي، كاين، لان دي كانت في النكره اين، فنفتها بكاين. هنا keine Straße، das ist keine Straße، ده مش شارع. اوكي، على اساس ان انت كنت حافظ ان دي في الاساس دي شتراسه، فالنكره منها eine. فلو جاء قال لك استخدم لي النفي هتبقى keine. اذا يا حبيبي ويا صديقي ويا حبيب قلبي، هي سلسلة. Der, ein, kein, mein, das, ein, kein, mein, die, eine, keine, meine. سلسلة، بس الأساس فيها منين؟ الدير والداس والدي. وضحت يا صديقي؟ الأساس الدير والداس والدي، يبقى الباقي يأتي تباعا. تمام؟ يا رب تكون أخدت بالك وتعمل بنصيحتي. تمام؟ بعد كده حابب انتقل بيك الى حالات اعرابيه. الحالات الاعرابيه اللي عندي، الحالات الاعرابيه يا صديقي، الحالات الاعرابيه. اوكي، بص يا حبيبي، عندك نوميناتيف فاعل، اكوزاتيف مفعول، ثم داتيف مجرور. واو، ايه ده بقى؟ ايه ده؟ بالراحه. انا عودتك معايا ان انت والله ما هتندم، لان انا همشي معاك حته حته. تمام؟ الفاعل اللي هو في الدير والداس والدي كده، ده انت كده ايه اهو. دير مان ist nett، الرجل لطيف. das Kind ist süß، الطفل ده كده طفل كيوت. اوكي. die Frau ist nett، السيده لطيفه. اوكي. die Leute sind nett، الناس، die Leute in Ägypten sind sehr nett، الناس في مصر لطاف. اوكي. هتقول لي طب حلو قوي، فاعل اهو. لكن لما تيجي تقول لي ich kenne den Mann، انا اعرف الرجل. اوكي، اذا انت الدير تحولت لايه؟ لدين. اما الداس بقيت داس، اما دي المؤنث بقيت كما هي، ودي الجمع بقيت كما هي. يبقى انا بالراحه خالص كده، اللي بيتاثر في حاله الاكوزاتيف المفعول الاسم المذكر فقط. الاسم المذكر فقط، بمعنى ان الدير بتبقى دين، والنكره بتاعتها الاين هتبقى اينن، والنفي كاينن، والماين ماينن، داينن. قلت لك يا عزيزي هي سلسله، بس كل اللي بيحصل في الاكوزاتيف ان المذكر بس هو اللي بيتغير. يعني الدير تبقى دين،
الاين بتاعتها النكره بتاعتها اينن، كاينن، ماينن، داينن، وهكذا. حلو، حلو قوي، حلو قوي. طيب هتيجي تقول لي طب يا هير محمد، ايه اللي بينقلني من النوميناتيف الى الاكوزاتيف؟ هقول لك اهو، في كده اهو افعال بتعمل اكوزاتيف. وضحت يا نجم؟ افعال معينه بتعمل اكوزاتيف. وازيدك من الشعر بيت يا كابتن، بلوس بريبو زيتسيونن. يعني ايه؟ يعني ايه؟ وضح. يعني افعال بتعمل اكوزاتيف وفي حروف بتعمل اكوزاتيف، بس مش موضوعنا دلوقتي. طيب حلو قوي. يبقى يا هير محمد ايه اللي بيعمل اكوزاتيف؟ افعال يا كابتن، افعال يا كابتن، افعال واحد زائد في حروف معينه بتعمل اكوزاتيف. شكرا. طيب نروح للدعاتيف المجرور. حاضر. واو 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 واو، انا انتقلت من دير الى ديم. والضص في الداتيف المجرور ديم، ودي المؤنث دير، ودي الجمع دين. واو 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 واو. هتقول لي طيب ايه اللي بيسبب الداتيف يا هير محمد؟ زي ما قلت لك، عندي افعال بتعمل اكوزاتيف، كذلك عندي افعال بتعمل داتيف. جفالن يعجب، هيلفن يساعد، باسن يناسب، شتيهن يلائم. بلس يعني بلس. بريبوزيتسيونن زائد حروف، بس برضو مش موضوعنا. يا خبر ابيض يا ولاد، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ والله العظيم الحالات الاعرابيه. بس زي ما قلت لك ايه، انت بتتعلم الماني بتدرج، يعني ما انتش مطالب تعرف كل ده في وقت واحد. اصبر وامشي بتدرج هتوصل. اوكي، هيا يا صديق تعالى نكمل. تعالى يا حبيبي، قربنا اهو، قربنا. تعالى كده. عيب عليك. بص يا حبيب قلبي اهو، فاعل، مفعول، اكوزاتيف، داتيف مجرور. اوكي يا صديقي؟ حلو. عيب عليك يا ابني، انا لما اقول لك طالما، خدها مني بقى لوجه الله تعالى بقى، طالما ان الاساس تغير ما ينوب عنه. بمعنى ان انت مثلا، انا قلت لك ايه؟ مش قلت لك الدير تتحول لدين اداة التعريف؟ يبقى اذا كان اداة التعريف بتتأثر، اكيد النكرة هتتأثر. يعني الاين هتبقى اينن، الكاين كاينن. اهو في الداتيف اينم كاينم. ليه؟ تعالى يا قلب اخوك، مش دي كانت دير في الاساس، وهنا دي مش دين، وهنا دي كانت ديم. اهو اذا كان الاساس اهو اللي هو اداه التعريف اتاثرت، يبقى اللي هينوب عنها هيتاثر. الله، ايوه، اللي هينوب عنها هيتاثر. امال ايه؟ اهو دي كانت دير بقت دين. ما هي النكره دي بتنوب عن اداه التعريف بقى، حسب سياق جملتي بقى، حسب السياق اللي انا بتكلم فيه بقى. اهو نفس الكلام، دي كانت ديم، اينم، كاينم. وخلي بالك في الداتيف في حالة المجرور المذكر والمحايد بيتحدوا. المذكر والمحايد بيتحدوا، سواء ديم، اينم، كاينم، ماينم. اوكي، فهمتني يا صديقي؟ اهو اين، لا ليه؟ بس انا قلت لك ان المحايد والمؤنث والجمع في المفعول ما بيتأثروش، اتأثروا في الداتيف. فهمتني يا صديقي؟ يا رب تكون استوعبت كلامي. حلو، تعالى بقى نروح للبوزيسيف ارتكل، ضمائر الملكية. بوزيسيف ارتكل اهو.
تمام. حلو 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 حلو. الله الله الله. بص يا صديقي، ما هي بوزيسيف ارتكل، ما هي ضمير الملكيه، ضمير الملكيه ديت اداه زي النكره وزي النفي وزي المعرفه. تمام. في منها فاعل وفي منها مفعول وفي منها مجرور. تمام. بس اللي انا عايز اوصله لك ان انت اهو كل بيرسونال برونومن، كل ضمير شخصي بيقابله ضمير ملكيه يا كابتن. وضع في اعتبارك انه مع المؤنث والجمع يضاف لضمير الملكيه حرف ايه. مع المؤنث والجمع، مؤنث وجمع، مع المؤنث والجمع يضاف لضمير الملكيه حرف ايه. وضحت يا كابتن؟ تمام. اهو ich mein او meine، du dein او deine، er sein او seine، اللي هي his. اوكي، هي his معوقه شويه بس شغاله. es sein او seine برضه his. ihr sie she، اللي هي her. اوكي. wir unser our، ihr euer yours حاجتكو. their زي بتاعت الجمع their. مش عارف انا بكتب انجلش صح ولا لا، بس يلا شغال. their. اما زي الاحترام بتبقى اير برضو بس جروس برضو كابيتال، اوعى تنسى. فهمتني يا كابتن؟ اهي ايه ابن حضرتك، طفل حضرتك او حضرتك. ايغي تخطى بنت حضرتك يا فندم. ايغي التن والدي حضرتك. اوكي. اذا كل بيرسونال برونومن بيقابله بوزيسيف ارتكل ضمير ملكيه. بوزيسيف ارتكل اوكي بيقابله ضمير ملكيه. بس الفكره ايه؟ ابقى انا كده عارف كده لما اجي اقول، لما اكون بتكلم عن نفسي das ist mein Freund، هذا صديقي. شفت ماين؟ طب صاحبتي صديقتي meine Freundin. طب لو اسالك ist das dein Bruder؟ هل هذا اخوك؟ ist das dein Bruder؟ ja das ist mein Bruder. تمام. لكن انا لما اجي اقول لك ايه das ist علي، هذا علي. sein Vater his father. مامته seine Mutter مامته. اوكي. das ist ليلى باباها، يبقى ihr Vater باباها. مامتها ihre. يعني قصدك يا محمد انا هحط ايه امتى؟ قبل ما تقرر الاختيار بص على الكلمة اللي بعد ضمير الملكية، يا ترى هي مذكر ولا محايد ولا مؤنث ولا جمع. هتقولي طب هي مؤنث او جمع، يبقى ضمير الملكية لازم يكون اخره ايه. طب مذكر او محايد مفيش ايه. Das ist ليلى. ihr Vater ist Artist، باباها دكتور. مامتها دكتورة. ihre Mutter ist Ärztin. ihre Mutter ist Ärztin. مامتها طبيبة. فهمتني؟ تمام يا صديقي. اما هتقولي طب ذي الاحترام انظر يعني our، يعني مثلا ist das euer Haus؟ هل ده بيتكم؟ ist das euer Haus؟ هل هذا بيتكم؟ euer yours. ja das ist unser Haus، هذا بيتنا. نعم هذا بيتنا. ja das ist unser Haus. ist das ihre Mutter؟ هل دي مامتك؟ ja meine Mutter. اوكي. طيب هير مصطفى ist das ihr Sohn؟ هل ده ابن حضرتك؟ ja das ist mein Sohn. Frau ليلى ist das ihr Kind؟ هل ده طفل حضرتك ابن حضرتك؟ ja das ist mein Kind. Frau ندى ist das ihre Tochter؟ ja meine Tochter. Herr Tamer ist das ihre Eltern؟ sind das آسف sind das ihre Eltern؟ هل هؤلاء والديك؟ ja das sind meine Eltern. وتاني يا كابتن اهو عايز يقول لك بص يا قلبي، بص يا قلبي، بص يا قلب اخوك،
بص يا كابتن، بص يا حبيب اخوك، بص يا حبيبي اهو. الليله من اولها اهي تاني، الليله من اولها تاني اهو. تعالى كده، ادي اهو اداه تعريف. مثلا ممكن نقول نوميناتيف، ادي الدير في النكره اهي، ادي الداس اهي، او ممكن نقول معرفه. اوكي، دي معرفه. ادي هنا الدي اينه كاينه. اوكي، ودي الجمع اهي، الجدول اهو. ادي اداه تعريف، تعريف. اوكي، نكره، نفي. شفت الجدول ده؟ قلت لك سلسله، سلسله يا كابتن، سلسله مع كامل احترامي اهي اهي. تعالى كده في الملكيه، ماين هوند كلبي، ماين هوند. اوكي، ماين كيند طفلي، ماين موتا مامتي، ماين إلترن والدي. هنا دول بقى نكره. قلت لك اهي نزود ايه ان مع المذكر، يعني هنا دي كانت دين اهي، دي داس زي ما هي. انا هكمل للالمان على الكتاب اللي هم عاملينه. دي اين، دي الجمع. ماشي، قلنا الجمع ملوش نكره بس ليه نفي. في الاكوزاتيف بقى اهو، انا قلت لك ايه، ان المذكر في الاكوزاتيف بنزود له ايه ان اهو. ايش زوخه ماينن هوند، انا بدور على كلبي. ايش زوخه ماينن هوند، ايش زوخه ماينن هوند. اوكي، انا بدور على كلبي، اكوزاتيف اهو. لكن احنا قلنا المحايد في الاكوزاتيف ملوش تغيير، المؤنث مفيش تغيير، الجمع ملوش تغيير. اوكي. الله الله، حلوه قوي الحته دي يا كابتن. تعالى معايا، خلاص احنا قربنا اهو، قربنا اهو، قربنا اهو اهو. اوكي، انتروجاتيف ارتكل. بص، اداه الاستفهام الوحيده، اداه الاستفهام الوحيده اللي بتتشكل نهايتها حسب اللي جاي بعديها وحسب الحاله الاعرابيه. يا عم انت بتقول كلام كبير قوي. لا والله، انت دايما تقول لي فاس، فوهير، فو، فان، واغوم، بس خلاص. لكن هنا بص، انت عندك اداه الاستفهام دي كده اهي في الاساس كده اهو، دي كده اسمها فيلش. فيلش ويتش اي، معلش الخط مش احسن حاجه بس عادي، امال العباقره كده خطهم وحش. اوكي، فيلش ويتش اي، اداه الاستفهام الوحيده اللي بتتشكل حسب الحاله الاعرابيه وحسب ما هو آت بعدها. بمعنى، تعالى يا كابتن، نوميناتيف فاعل، اكوزاتيف مفعول. حفظت بقى يا نجم، حفظت يا نجم. داتيف مجرور. طيب بص يا كابتن، واداه الاشاره وليله حلوه. بس عايز اقول لك على حاجه، انا كان نفسي الكتاب ده والله اللي هو نتفاك نوعي ده كان يعرض الموضوع بشكل اشيك شويه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انت هنا في حاله النوميناتيف تقول فيلشر مانتل. حلو، اهي ادي دير مانتل، بالتو، داسكن، داسكلايد فستان، دي ياك الجاكيت، ودي شوه شوز بلورال. اوكي، بص يا كابتن، هنا في حاله الفاعل فيلشر مانتل، اكوزاتيف فيلشن، ميت فيلشم مانتل، جيستو اوس. هتخرج بانهي بالتو النهارده؟ ميت فيلشم مانتل جيستو هولج اوس. اوكي، بص يا كابتن، فيلشر على اي اساس ان دي كانت دير؟ هنا دي دين، فقلت فيلشن مانتل، فيلشن مانتل. اوكي اوكي، فيلشن مانتل نيمز 2، هتاخد انهي بالتو يا استاذ؟ هتشتري انهي واحد؟ فيلشن مانتل كاوفز 2، هتشتري انهي بالتو؟ اوكي. اما في حاله الداتيف اهو، مش قلت لك اللي بيعمل داتيف حروف وافعال؟ ادي اول حرف منهم يا سيدي. ما علينا. بص بقى، انا قلت لك نوميناتيف اكوزاتيف داتيف اهو. سؤالك في النوميناتيف اهو، ديزر، احنا قلت لك فيلش يعني اي، ويتش اي. اوكي، تعالى هنا كده، ديزر او ديز او ديزر، ديزس، ديزه، هذا، هذه،
هؤلاء، حسب بقى ديزر. اوكي، يبقى اذا سالتك في النوميناتيف ردك نوميناتيف، سالتك اكوزاتيف ردك عادي، ممكن ترد بقى نوميناتيف حسب ما انت عايز، رد. بس عايزك تعرف حاجه، لما اقول لك فيلشر هترد عليها ديزر، فيلشس ديزس، فيلش ديزه، فيلش جمع ديزه اهو، فيلشن ديزن، فيلشس ديزس، وهكذا. عمليه ترابطيه اهي، ما فيهاش اختراع ولا كيمياء ولا حاجه. mit welchem Mantel gehst du heute aus؟ هتخرج بانهي بالطو النهارده يا سيدي؟ mit diesem Mantel، بالبالطو ده، mit diesem بده. اوكي، mit diesem، mit dieser مؤنث، mit diesen جمع مجرور. فهمتني؟ يبقى أداة الاستفهام الوحيدة اللي بتتشكل نهايتها حسب ما هو جاي بعدها. جاي بعدها مذكر هتقول لي فيلشر، طب مذكر مفعول فيلشن، مذكر مجرور mit فيلشم، وهكذا وهكذا وهكذا. ماشي يا حبيب قلبي؟ تمام؟ Was gibt es noch؟ اها Adjektive. اها قربنا اهو، قربنا يا حبيبي باشا. بص يا حبيب قلبي، زين زائد ادجكتيف. بص، حكايه الصفه ديت في الالماني ليله حلوه، ليله حلوه، ليله كبيره يعني. بس الحمد لله انا قلت لك انت في الاينس، هو الاينس يعتبر مدخل، eine Einführung in die deutsche Sprache، مدخل، eine Einleitung، مقدمه للغه الالمانيه. ده الاينس باختصار شديد جدا، بس لازم تكون متاسس فيه صح الصح، عشان ما بني على اساس متين يكمل ويفضل اساسه متين تبني عليه. تمام؟ بص يا كابتن، خلينا هنا الحته دي حته كيوت خالص. ان الصفه اذا جاءت في اخر الجمله ما فيش اي مشكله. دي فونونج است تويا، الشقه غاليه. تمام؟ دي فونونج است نيشت بيليش، الشقه مش رخيصه. دي فونونج است زير تويا. اوكي، هو عايز يقول لك انه الصفه ياتي قبلها verb sein، لان انت صفه. لما تقول لي der Raum oder dieser Raum، المكان ده كده، القاعه دي كده، اوكي، ist schön، جميله، بتوصفها. اوكي، die Wohnung ist nicht billig، اهو النفي، الصفه جاء قبلها نفي. sehr جدا، دي فونونج ist sehr teuer، السكن ده او الشقه دي او البيت ده غالي قوي، غالي قوي قوي فوق قدراتي مثلا. لكن هتقولي طب تسو دي زي تو كده بتاعت الانجليش، تو هوت، تو اكسبنسيف، مش هقدر اشتريها. لكن زير توير غاليه بس في امكانيه. لكن تسو تويا لا انا اسف مش هقدر، معيش 5-6 مليون اشتري الشقه دي. فهمتني؟ اما بالنسبه حته زي كده، انا حته زي كده اقدرها واعتبرها واحبها قوي. ليه؟ اللي هي البرونومن، الضمائر. هتقول لي وضح. حاضر يا عم والله، وانا من امتى يعني سبت لك حاجه من غير توضيح؟ لاني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، بس خلاص الحمد لله بعمل حاجه لله. تمام؟ البرسونال برونومن، الضمائر الشخصيه، فاعل، خلاص مش هترجم بقى، ما انا طول الوقت اترجم بقى. فاعل، مفعول، مجرور. عارف الجدول ده لما كنا بنحفظه زمان كنا نقعد كده والله، ايش مش ميا دو ديش دي ار ان ايم، الكلام ده بص بقول لك من كام؟ يعني انا خريج 2001، انا عجوز. اوكي، كنا بقى في 98 و99 و2000 والكلام ده كله نقعد نحفظ الكلام ده بقى. Ich mich mir, du dich dir, in ihm, es ihm, sie ihr, wir uns, ihr euch, sie ihnen. اوكي؟ هتقول لي زي ما حصل لأداة التعريف والنكرة والنفي والملكية ان في منها فاعل وفي منها مفعول وفي منها مجرور، كذلك الضمائر الشخصية في منها فاعل، في منها مفعول، في منها مجرور، وكل حسب حالته. اوكي اهو، wo ist باول؟ اين باول؟
Da ist er. ها هو. أهو. هناك أهو. Wo ist Paul? Da ist er. Der Salat ist für ihn. واو. السلطة دي ليه. für يعني ليه. السلطة دي ليه. عشان خاطره. بتاعته. für ihn. اها، يعني قصدك تقول يا هير محمد ان الاير اتحولت لإين بسبب für. يا ريشتش، برافو عليك. ريشتش، انت صح. ايش اشبرش مت ايم، انا بتكلم معاه. ايه ده؟ ايه اللي جابها من اير لإيم؟ حرف الجر ميت يا حبيبي، ميت يا قلبي. ايش اشبرش مت ايم، انا اتحدث معه. فهمتني يا قلبي؟ تمام. يبقى هير محمد زي ما حصل هناك بالظبط. ايه اللي بيعمل الاكوزاتيف؟ قلت لك افعال وحروف. ايه اللي بيعمل الداتيف او بيسببه؟ فيرورزاخت. فيرورزاخن يعني يسبب. فيرورزاخن. ايه اللي بيسبب الداتيف؟ افعال وحروف. افعال وحروف. بس اللي عايزك تعمله زي ما قلت لك تحفظ كلمات بدير وداس ودي. تحفظ هنا ايش مش مية دو ديش ديا ايا ان ايم. تمام؟ ايا ان ايم. طيب حبيبي، يعني خلاص، يعني كلام بالنسبه لك بقى لعب عيال. يعني لما اقول ده سيست فراو لانج، اكيد ان انت بقيت عارف ان انا فراو لانج هقعد انا بزي هي. هتقولي بس دي جروس، هقول لك بدايه جمله يا اخي. يا راجل بقى ركز بقى، ركز بقى. زي كومت اوس دوتشلاند، زي برضه هي تعود على فراو لانج. تمام؟ لان انت مش طول الوقت هتقعد تقول فراو لانج فراو لانج فراو لانج فراو لانج. يا راجل زهقتنا. طب هنا لما تقولي das ist Jan er kommt aus Frankfurt er wohnt in Zürich، خلاص بقى. يعني انت قصدك تقول لنا ان زي بنعوض بيها عن الاسم المفرد المؤنث، واير بنعوض بيها عن الاسم المفرد المذكر. تمام. اهي بقى. تعالى لي يا قلبي، تعالى لي يا قلبي. خلاص اهو، خلصنا اهو، خلصنا اهو. تعالى لي يا قلبي. من انا الحمد لله رب العالمين مفيش حاجه بتفوتني. يعني المرء او الانسان ضمير نكره يفيد العموم. ضمير نكره مبهم. تمام. الفكره معناها المرء او الانسان. الفكره كلها كانت المشكله فين؟ ان انت لما تلاقي جمله فيها من مش عارف هتصرف الفيرب معاها ازاي. لا يا حبيب قلبي، انا كنت قلت لك من بدري ان من دي هتصرف الفيرب معاها كانك بتصرفه مع اير واس وزي. لو كده راجع بدايه الفيديو اهي. انت بتصرف الفيرب مع من اللي معناها المرء او الانسان كانك بتصرفه مع اير واس وزي. اير واس وزي اهو. من كان in der Altstadt spazieren gehen. انت ممكن تعمل نزهه او تتنزه في المدينه القديمه. تمام. طيب in Basel kann man sehr viel machen. انت ممكن تعمل حاجات كتير جدا في بازل. in Basel kann man sehr viel machen. اوكي. يبقى كابتن كلمه من المرأة والانسان هصرف الفيرب معاها. لان انت لو جيت تصرف كان ديت اهو هتقول ايش كان اير واس وزي كان. قلت لك انا الكلام ده قبل كده من شويه. اوكي liebe Leute، Präpositionen حروف. Präpositionen يعني حروف. اوكي. الحروف يا سيدي انواع. حروف بتعمل اكوزاتيف، وعندنا منها هنا في الA1 für اهو. für wen ist das Wasser. für wen ist das Wasser. الميه دي لمين؟ Das Wasser ist für ihn. اها، انت دلوقتي بقيت فاهم ان ان دي كان اصلها ايه؟ اير. طب ايه اللي حولها من اير لإين؟ حرف فيق اهو. طب دين دي كان اصلها ايه؟ انت عارف ان دي كان اصلها دير. طب ايه اللي حولها من دير لدين؟ فيق. ايوه ايوه. تمام. يبقى انا قلت لك انت هنا في الA1 عندك für ومت with مع، بس دي بتعمل داتيف مجرور. اوكي اهو. mit wem fährst du؟ انت هتسافر مع مين؟ او Entschuldigung. mit wem fährt Laura؟ لورا هتسافر مع مين؟ زي هي لورا هتسافر معايا. mit mir معي.
شفت مي مت حولت ايش لمير ازاي؟ يبقى ده حرف جر. mit einem Freund مع صديق، مع صديق. mit einer Freundin. اها ايه ده؟ ايوه يا ابني، مش انا قلت لك في حالة المجرور الدير تبقى ديم؟ طب السياق مش محتاج ديم، محتاج نكرة، اديها الداتيف بتاعها. طب هنا مش انا قلت لك برضو ان المؤنث في الداتيف بيبقى دير؟ اوكي، بس السياق لا يقتضي وجود دير، السياق محتاج نكره. اوكي، اديها نهايه الايه؟ المجرور. تمام يا صديقي؟ يبقى انت انا قلت لك الا اينس ده مدخل للدويتش، فبديك منه حاجات كده خفيفه بسيطه خالص 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 خالص. اوكي يا حبيب قلبي. الله، الحروف الزمنيه Zeit angaben. اوكي، الازمنه، الاوقات، او ممكن نسميها تمبورال. تمبورال يعني زمني. اوكي، يعني باختصار برضو، باختصار عشان ما تملش وتزهق مني وتتخنق مني. بص يا حبيب قلب اخوك، تمام، انا عايز اقول لك انا عندي بمعنى في، في تمام، فون بس من الى، اهو عشان انت بتنسى، في في تمام، في تمام، فون من الى، فون بس. تمام. بص يا كابتن، اولا بسأل عنها بفان متى، اهو في يوم الاثنين، مونتاج في يوم الاثنين، فورميتاج قبل الظهر. يعني قصدك تقول يا هير محمد انه بيجي مع ايام الاسبوع، والتاج اجزاء اليوم، ايام الاسبوع الفوخنتاج واجزاء اليوم. ايوه، وايه كمان مع كلمه فوخن اند، فوخن اند، فوخن اند في الويك اند. تمام، ومع التاريخ وما الى ذلك. لكن انا قلت لك ايه، انا همشي معاك زي عشان ما تتوهش مني. طيب، مع الساعه، توقيت، فيرتل فور دراي، يعني 3 الا ربع. اوكي، 14 Uhr 44، 14 Uhr 44 في تمام الساعه الثانيه 45 دقيقه. اما في لانجه كم للمده. اوكي، فون مونتاج بس من يوم الاثنين لغايه يوم الاحد. فون 9 من 9 bis halb 2 لغايه 1:30. فون مورجنز bis abends. ich arbeite von morgens، بشتغل من الصبح لغايه بالليل. تمام. فون 9 bis 13:30 Uhr. 13:30 Uhr bis 13:30 Uhr. اوكي، ايه الكلام والحلاوه دي؟ ده هم كده كام حرف لزاز كده حبيبي. في ايام اسبوع، اجزاء يوم، كلمه ويك اند وتاريخ. في تمام مع الساعه، من الى، فون بس من حتى. اوكي. طيب تعال. Datumsangaben mit يعني هو عايز يقول لك التواريخ مع يعني عايز اقول لك ايه؟ طب ما تسيبني الاول اقول لك ايه اللي انت شايفه ده. دي حاجه كده اسمها اوردينالة سالين، اعداد ترتيبيه. بس الاعداد الترتيبيه الطبيعي ما فيهاش الان. تمام؟ يعني ايه؟ erste، zweite، dritte، vierte، fünfte، sechste، siebte، achte. ده كده الاوردينالة سال، العدد الترتيبي اخره الايه. تمام كده؟ وانت عارف ان انا من 1 ل 19 بنزود تي ايه، من 20 وطالع اس تي ايه. حلو، بس ايه اللي حصل؟ ايه المناسبة؟ warum gibt es einen ان؟ ليه في ان هنا؟ عشان جاءت بعد حرف الجر يعني لما اقول علي هات ersten 11 او ersten am 2. November Geburtstag. علي عنده عيد ميلاد في 2 من نوفمبر. am 10/11 في 10 من الشهر ال11. فهمتني؟ يبقى يا كابتن اوكي، يبقى
العدد الترتيبي بياخد، او التواريخ اهو، التاريخ بياخد لما تيجي تقول لي am 18. August habe ich Geburtstag. am 18. في 18 من شهر أغسطس habe ich Geburtstag، عندي عيد ميلاد. تمام؟ يبقى بعد الحرف يجب أن يضاف للعدد الترتيبي إن، مش أمو بس، ده أم وفم وبست ثم وإم وإندير. اكتب. هو أنا يا عم بقول لك أي حاجة وخلاص، أنا بعملها لازم تكون أحسن حاجة. تاني، بعد أم وفم وبست ثم وإم وإندير يجب أن يضاف للعدد الترتيبي إن. أوكي. الحروف الزمنية أب اللي هي بدءا من أب ديم مومنت، من دلوقتي. أب ديم مومنت musst du Deutsch lernen، من دلوقتي تذاكر ألماني. am Montag im August. إيه ده؟ هي الشهور بتاخد ام؟ أيوه الشهور، وفصول السنة ام، عشان دي أيام قلنا الشهور وفصول السنة ام. نخدم أورلاوب بعد الأجازة. نخدم أورلاوب داتيف. seit einer Woche منذ أسبوع. vor der Reise قبل الرحلة. قبل الرحلة يا باشا. يبقى أنت عندك مجموعة حروف زمنية بتعمل داتيف. ab am im nach seit vor der. اوكي. اما الحروف المكانيه او الحروف اورتس انجابن بتعمل داتيف. تمام. الله 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 الله. كمل يا نجم كمل. الله الله. اوكي ده sehr schön. الله حلو بقى. عشان هنا ايه، هدي السرعه هنا، هدي السرعه كده عشان تفهم معايا شويه. كابتن انا قلت لك قبل من شويه، الحمد لله رب العالمين، الحروف انواع. حروف تعمل اكوزاتيف، حروف بتعمل داتيف. اولا يجب عليك تبقى عارف الحرف ده بيعمل ايه، اكوزاتيف ولا داتيف، وحافظ معناه كويس عشان تعرف تستخدمه كويس. تاني تبقى عارف كده الحرف ده بيعمل اكوزاتيف، الحرف ده بيعمل داتيف. تمام. وكمان تبقى حافظ معناه. بمعنى تعالى يا كابتن، تسو الى اشخاص واماكن لها ده التعريف. اكتب. تسو الى اشخاص اهو، زي جيت تسوم شيف هي رايحه للمدير، او تسور بنك رايحه البنك. تمام. اشخاص واماكن لها اداه تعريف. باي عند. زي است بايم هي عند المدير، هي عند المديره. داتيف يا كابتن. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا حصل ابكيرتسونج، اختصار. بمعنى بدل ما اقول لك باي ديم شيف قلت لك بايم شيف، لكن هنا ما ينفعش تعمل اختصار. اوس من. اير كومت اوس ديم هاوس، هو جاي من البيت. اوس ديم هاوس، اوس ديم هاوس. انا قلت لك الحروف دي بتعمل داتيف، هتحول الارتكل، الدير والداس هيبقوا ديم، ودي المؤنث دير، والجمع دين زائد ان في نهايه الكلمه. زي اير كومت اوس دير بانك، هو جاي من البنك، من البنك. داتيف. طب فن من برضو من عند الاشخاص. اشخاص يا كابتن، اشخاص. تقول لي طب ما هي اوس وهنا اوس. يا عم انا بقول لك ده شخص. زي كومت فوم شيف هي جايه من عند المدير. زي كومت فون دير شيفن جايه من عند المديره. والاختصارات اهي، الاختصارات اهي يا كابتن. تسو زائد دير تسور، تسو زائد ديم تسم، باي زائد ديم بايم، فون زائد ديم فم. ايوه يا خبر ابيض. ايه يا هير، هو ايه الحروف دي كلها؟ حبيبي ما تقلقش. بص يا غالي عليا. فيكسل بريبوزيسيونن،
حروف متغيرة. فيكسل يعني متغير. يعني ايه حروف متغيرة؟ يعني الحروف دي هتعمل مفعول وهتعمل مجرور. ان على من الجانب اهو. ايش اشتهي اندر تافل، انا واقف على البورد اهو، بس انا مش واقف فوق البورد، انا واقف اهو بمحاذاة. اوف على سطح الشيء ملامس، يعني الحاجة على الترابيزة. اوف في تلامس اهو. اوف هنتر خلفه، ان جوه، نيبن بجانب، انا واقف جنب العربية، جنب المدير، جنب الشخص. ايبا على او فوق بس مفيش تلامس، فوق المدينة. فهمتني؟ اونتر تحت، فور امام، سبيشن بتوين. طب يا هير انت بتقول لي بيعملوا كده وكده باختصار شديد؟ باختصار شديد جدا. تمام. تعالى يا كابتن، والله ما عايز اوريك الامثله، انا ممكن اقول لك من غير اي حاجه امتى كده وامتى كده. بص يا كابتن، بص يا حبيب قلب اخوك، الحروف اللي فاتت التسعه دول، التسعه اللي فاتوا دول، اذا دلوا على حركه تديني اكوزاتيف، واذا دلت على ثبات تديني داتيف. التسع حروف يا جماعه الفيكسل اذا دلوا على حركه او انتقال تديني اكوزاتيف، اذا دلت على ثبات هتقولي لا وضح شويه. حاضر اهو. wohin الى اين، الى اين، ادي ان هنا هيبقى معناها ايه؟ الى. هتديني ايه؟ مفعول. معادلات اهي بقى، ما اعرفش بقى انا معادلات. تمام كده اهو. in den اهو. wohin stellen wir den Stuhl، wohin stellen wir den Stuhl، الى اين سنضع الكرسي اهو. الى الطرقه، وديهولي الطرقه. in den اكوزاتيف. انصباد يلا خدوا الى الحمام. انديكيشن يلا الى المطبخ اهو. wohin الى اين، wohin الى اين سنضع الكتب. in die Regale يلا على الرفوف، الى الرفوف يلا. اما اذا سالت بفو اين وكان بالجمله فعل يدل على ثبات، ان هنا هيبقى معناها في وتديني مجرور. مفيش اسهل ولا احلى من كده. تعالى كده، فو شتيت او اين الدولاب، اين الدولاب اهو. اين يوجد الدولاب؟ ام فلور في الطرقه، ام بات في الحمام، في المطبخ. اين الكتب، اين الكتب؟ فو زند بيشا ان دين ريجالن، على الرفوف يا باشا. هنا ثبات، هنا حركه. ولكن يا صديقي كل حرف له معنى واستخدام، احفظه جيدا. اوكي يا حبايبي يا غاليين. اها حلوة. وصلنا ايها السادة الكرام الى المحطة الاخيرة، وهي الادوات الاستفهام. فير دي معناها من، بسأل بيها في حالة الفاعل النوميناتيف. فين من للمفعول، فين من للمفعول. اما في حالة الداتيف بسأل بفيم من للمجرور. اما فاس اهو ده بيرزون، اما فاس معناها ما او ماذا للسؤال عن الاشياء. لا يفرق معايا بقى نوميناتيف ولا اكوزاتيف ولا اي حاجة. ايه الكلام الحلو اللي على جنبي ده بقى؟ اورت يعني مكان اهو، بسأل عن المكان بفو. اين، فوهن الى اين، فوهير من اين. اوكي. اما الوقت سايت بفن او في لانجه كام للمده. اهو ارت اند فايز النوع والطريقه. في فيرست ناخ كايرو، هتسافر القاهره ازاي؟
Wie kommst du nach Hause؟ هتروح ازاي؟ نوع وطريقة. Wie. اوكي؟ اما السبب جروند، السبب warum. اما الكمية المينجا، الكمية، بالله عليكم دي كمية، الكمية. Wie viel او wie viele. How much. كم عدد، كم عدد. اوكي، يبقى اللي انا عايزك تعرفه فير للفاعل، فين للمفعول، فيم للمجرور المذكر الشخص. اما بالنسبه للزخ الاشياء بفص. بعد كده حبيب قلبي بقى، تعالى بقى عشان ما يبقاش لك حجه. بص تعالى 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 تعالى، ده انت برنس البرانيس. بص، دي الافعال اللي غير منتظمه اهو. ده كده انفينيتيف مصدر، ده كده بريزنس مضارع، ده كده بارتيسيب بيرفكت. احفظ بقى، احفظ بقى، احفظ بقى واشتغل بقى، الله يرضى عليك. اهي متجمعه اهي بقى. فهمتني يا حبيب اخوك؟ اتمنى واسال الله العلي القدير يعني ان انا اكون قدرت الم لكم الجراماتيك بتاع اينز. وزي ما وعدتكم ان انا لما كنت بشرحه على اليوتيوب، اي نعم الشرح ما كانش احسن حاجه لان انا كنت بشرح من على اللابتوب وما كانش عندي وقت، بس انا قلت هعمل حاجه لله سبحانه وتعالى، لعل بها ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها مني ينفعني بها في حياتي، ينفعني بها بعد مماتي، ينفع ولادي، صدقه جاريه عن ابويا وامي، لعل حد يشوف الحاجه ديت يدعي لابويا وامي بالرحمه ويدعي لي ان ربنا يرحمني ويغفر لي ويتقبل مني يعني. بشكركم من كل قلبي، وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويعينكم على تحقيق احلامكم. بحبكم جدا يا اغلى ناس في الدنيا، والى اللقاء في الاتسفاي باذن الله. فيلن ليبن دانك، شكرا جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.